السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم حلوى دواز اتاي اقتصاديه غير بالزيت، كتعطينا كميه كبيره. غنشاركها معكم بثلاثه ديال النكهات: نكهه الشوكولا، نكهه ديال الفخومبواز، ونكهه ديال البيستاج. كتجي غزاله بزاف للوليدات ولا اللي بغى يخدم بحال هكا لي كوموند. غنخليكم جميع التفاصيل تما الكميه اللي عطاتني، كلشي غتلقاو في هذا الفيديو. خليكم معايا للاخير باش تشوفوا جميع التفاصيل. غنحتاج كأس ديال السكر، حبيبات سكر سنيده تكون الحبيبات ديالها رقاق ضروري. غنحتاج 3 ديال البيضات، حجم ديالهم حجم كبير. شاسي ديال الفاني 7 غرام، تقدروا تعوضوها فاني بودر ولا الفاني ليكيد اللي متوفر عندكم، يعني ما يعادل واحد الملعقه صغيره. قبيصه ديال الملحه، وغنخدم المكونات ديالي جيدا على هذا الشكل اللي كتشوفوا غير بالطراب اليدوي. يعني الخليط يكون عندنا سائل، غنخدمو غير بالطراب اليدوي. من بعد ما غنخدمو الخليط ديالنا جيدا على هذا الشكل اللي كتشوفوا حتى كتذوب ليا ديك السنيده. كنزيد واحد الكاس ديال الزيت النباتي، يكون كذلك زيت ذو نوعيه جيده. وغادي نرجع نخلط الخليط ديالي للمره الثانيه غير بالفوي، يعني كيكون عندنا الخليط مازال سائل، يعني ما كنحتاجوش نخدمو بيدينا، يعني غنحتاجو غير الفوي. كتسهل علينا المأموريه صراحه، وكتخلي الخليط يجي متجانس، وكتخلي انه العجينه ملي نبداو نضيفو الدقيقه البنات ما كتطلقش لينا الزيت، لانه العجينه ديال الزيت معروفه لما خدمناش مزيان كتطلق الزيت. غادي نضيف واحد الكاس ديال الكوك اللي محمر ومطحون. بغيت انا في الاخر العجين يعني من التخبز وهذا يجي ليا فيها واحد بحال شكل شوائب باللون ديال الكوك، يعني انتما غتشوفوا الشكل ديالها. المهم ضفت واحد كاس ديال نشا ذره او مايزينا و8 غرام ديال خميره الحلويات. تقدروا تعوضوا الكوك، اللي ما بغاش الكوك يدير الكاوكاو، يعني كيبقى اختياري سواء الكوك ولا الكاوكاو. تقدروا كيف تقدروا تستغناو عليهم لو ما متوفرينش. المهم أنا الكوك عندي محمر. غادي نخلط المكونات ديالي مزيان على هذا الشكل. في هذه المرحله غنخدم يدي لانه غنضيف النواشف، ضروري نخدمو بيدينا. بالنسبه للدقيق ابيض هزت لي 4 ديال الكؤوس ونص، تقدر تهز ليكم حتى ل5 الكؤوس. المهم داكشي كيبقى على حسب الحجم ديال البيض قداش. المهم انا زدت ليا 4 الكؤوس ونص، كندخلها على دفعات، ما كنضيفش الدقيق دفعه واحده، كنضيف بشويه بشويه البنات. المهم انا هنا ديجا عبرتهم، يعني كنت عبرت في الاول غير 3 الكيسان، من بعد راني زدت، يعني في المجموع زدت لي 4 الكؤوس ونص، ما يعادل 450 غرام البنات. المهم كل كاس ديال العنبه تقريبا ديال الدقيق، يعني الا كان ممسوح راه كيهز 100 غرام. هذا هو الخليط اللي جمعت معاكم. كتحصل على واحد العجينه رطبه متماسكه وكتجي صراحه غزاله. هاد العجينه واخا غير بالزيت كتجي زوينه. خديت واحد الكيتو غادي نقطع العجين ديالي على 3، نحاول انني العجين نقسمو يعني بشكل متساوي. غادي ناخذ الاولى غادي ندير فيها النكهه ديال البيستاج، وغادي نخلطها مزيان، وكنخليوها البنات واحد الملعقه كبيره. يعني الا احتاجينا اللي جرات لينا العجينه نزيدو منها واحد شويه. بالنسبه لهاد النكهات راه فيهم هادو اللي كيكونوا ثقال على هاد الشكل، وفيهم حتى السائله اللي هي على هاد الشكل. المهم انا خدمت بهم بجوج. في الفخومبواز ما كانتش تبقات عندي الاخرى، كانت بقات عندي غير هاد السائله هي اللي خدمت بها هنايا. المهم هاد السائله كتجي شويه غاليه على الاخرى. المهم الاخرى كتاخدوا داك البو كيدير 5 دراهم، فيها بزاف صراحه. يعني كندير واحد راس ملعقه صغيره، يعني تقريبا نص ديال الملعقه صغيره، يعني على حسب تاني اللون. الا بغيتو تجي فونسي راه غتزيدو. بالنسبه للمصايب ديال الفرomboise، وزدت هنايا درت ملعقه كبيره ديال الكاكاو مع شويه ديال الحليب، وخلطت بها خلطتها مزيان حتى انسجمت، وزدتها للعجين ديالي. غادي نبدا نورق العجين على هذا الشكل اللي كتشوفوا. العجين الاخر غطيته بالسلوفان وخليته جانبا. السمك ما كيكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف. غادي ناخذ هاد المدلك اللي كتشوفوا معايا، كيكونوا فيه واحد يعني كيكون مدرج، راه متوفر في الاسواق، صراحه زوين. هي هو حاجه انني استنتجت، هذه تاني مره وانا كنخدم بيه، ولكن استنتجت انني خصني نحيد ليه هذوك اليدين، لانه ملي كتعاوديه المره الثانيه على العجينه كيطراساو، بحال كتمسح لك شويه هذوك الشريطات اللي كديري بحال كيتمسحوا شويه. المهم انا استنتجت انني خصني نحيد ليه دوك الجناب، يعني نخلي غير اللي فيها دوك المدرجات. المهم هاد الفكره قلت عليكم زعما باش تردوا منها نتوما البال.
انا بغيت نخدم صراحه بهاد القطاعه اللي على شكل اوفال، كتجي زوينه صراحه، كتجي يعني من الحجم ديالها متوسط، وكتجي زوينه، وكتجي الحبات ديالها غزاله صراحه. تقدروا تخدموا بقطعه دائريه الا ما متوفرش عندكم هاد القطاعه. المهم انا خليت لكم الشكل ديالها باش تشوفوا كيفاش دايره. من بعد ما كنقطع البنات ضروري كنديروا في الدقيق، عاد كنقطع بها يعني حتى كنرشم الكميه ديالي كامله، وكنستف حدايا في واحد اللاطه اللي مفرشه بورق الزبده ولا مدهونه بشويه ديال الزيت ومرشوشه بالدقيق ضروري، لانه العجينه ما فيهاش الزبده. الا حطيناها منها اللاطه غتلصق لينا، يعني ضروري ندهنوا بشويه ديال الزيت ونرشوا بشويه ديال الدقيق، يا نفرشوا ورق الزبده اللي هو دابا حاليا صراحه رخيص ومتوفر في الاسواق، يعني انسان ياخذه ويخدم به من الاحسن. غادي ندوز باش نكمل العجين ديالي على هذا الشكل. يعني كنورقو كامل وكنعاود من كنورقو كنسالي كندوز عليها البنات بهذاك المدلك، غير ما ترقوش السمك بزاف باش ما يجيكمش الحلوى رقيقه بزاف، وباش تقدروا تتحكموا فيها. المهم غادي نكمل جميع الالوان اللي عندي وجميع النكهات. النكهه ديال البيستاج، نكهه الفرامبواز، وكنكمل حتى لوغو شوكولا، وكنستف واحد لاطا ندخلها طيب على عافيه مهيله البنات من الاسفل على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. هذه هي اللاطه الاولى. المهم راه كتعطي واحد الكميه كبيره صراحه. غادي ندخلها طيب كي قلت لكم على عافيه مهيله من الاسفل ديالها. الفران يكون شاعل من قبل ولا ما شاعلش ماشي مشكل، المهم عافيه مهيله من الاسفل. من بعد كنهبطها لتحت غير كتاخد واحد اللوين ذهبي وكنخرجها، يعني ما تحمرش بزاف لانه اصلا كتكون طيبه. خديت شوكولا سوداء بدون اضافه حتى شي حاجه، ذوبتها وغادي نبدا نسد حبه مع حبه، يعني ما غنحتاجو حتى شي حاجه اخرى، فقط الشوكولاته السوداء هي اللي غنحتاجو. يعني غنذوبوها في حمام مائي صافي، وغادي نبدا نسد الحبات ديالي على هذا الشكل. يعني انا بديت معكم بلوغو فرامبواز، من بعد بديت الشوكولا، ومن بعد المهم كملت معكم. انا هنا حطيت لكم غير كميه قليله باش تشوفوها، مي راه كتعطي صراحه واحد الكميه كبيره. بالنسبه لثمن البيع راه تقدروا دوزوها ب70 درهم البنات، وبالنسبه ليا 70 60 درهم راه فيها الخير والبركه. وبالنسبه للكميه اللي عطاتني كتعطيني كيلو، و كيلو 100 غرام، كيلو بعض المرات على قد المهم على حسب الحجم ديال البيض قداش. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش دعموني بتعليقكم، لايك للفيديو، بارطاجيو القناه وماكسيموم مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. الى هنا وصلنا نهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ما لقينا فيديو جديد ان شاء الله.